السلام عليكم. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كده دايما في خير وسعادة. قبل ما ابدأ معاكم احب اشكر كل حبايبي الجداد اللي شرفوني في القناة. اما بالنسبة للوصفة الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، قد ايه عاملة ضجة على اليوتيوب، حبيت اعملها معاكم بطريقة مختلفة وبشكل مختلف. هي حلوى البطاطا بدقيق السميد. هنعملوها مع بعض بشكلين، ده اول شكل، وإن شاء الله رايحة أنزل الشكل التاني. مقادير مظبوطة جدا، طريقة مظبوطة جدا. إن شاء الله تجربوها بالطريقة دي وبالشكل ده وبينور رضاكم. يلا كده نبتدوا مع بعض. معايا هنا نص كيلو من البطاطا المسلوقة. مسكت البطاطا، قشرتها وغسلتها، سلقتها في حبة مية قليلين جدا علشان أنا مش عايزاها تشرب مية كتير. بعد ما سلقتها وصفيتها كمان من أي بواقي مية فيها، هبدأ بقى أهرسها سواء بشوكة أو بهرسة البطاطس دي، بأي حاجة متواجدة عندك بتمسكيها تهرسيها كويس قوي لحد ما تنعميها جدا. بعد كده بقى بتبدأي تضيفي لها المكونات أو الإضافات اللي انت هتكملي الوصفة بيها. عندي هنا كوباية ونص من دقيق السميد، هنزل بالكوباية وهنزل بكمان نص كوباية، مقادير مظبوطة جدا جدا. نزلت بكوباية ونص من دقيق السميد. بعد كده هنزل بنص كوباية من السكر، او على حسب راحتك انت في التحلية دي، بس نص كوباية من السكر مظبوطة جدا. نزلت كمان بمعلقتين هرميين من البشر اللي هو جوز الهند. هنزل كمان ببيضة علشان تربط معانا، ومادام فيه بيض يبقى فيه فانيليا. بعد كده هنزل بعلبة كده من الزبادي. نزلت كده بعلبة الزبادي. بعد كده هنزل بنص كوباية من السمنة، يا ريت كمان تكون سمنة بلدي كده بتدي طعم جميل جدا. نص كوباية كويسة، يعني زي ايه، نص مج من مج الشاي العادي، علشان تخلي الوصفة معاكي دسمة كده وجميلة. بعد كده نزلت بمعلقة الشاي كده بودر. هقلب بقى كويس جدا. بعد كده عجنتها بسيط جدا كده، بقت بالطراوة دي، ما تنشفيهاش اكتر من كده علشان دقيق السميد بيتشرب المادة السائلة وبينشف، فلما تستوي ما تفتحش منك، خليها بالطراوة دي. هبدأ بقى اخد كده واقطع كور. طبعا بتضغطي ضغطة خفيفة كده لان العجينة طرية جدا. هبدأ بقى أكور بالشكل اللي قدام حضراتكم ده على صينية، طبعا من صواني الفرن، بتكوري وتحط عليها. هبدأ أعمل كده كمان واحدة بالشكل ده. طبعا الحجم اللي انت حباه اعمليه، سواء كان كبير أو صغير، أي شكل انت حباه اعمليه، مش شرط يعني الشكل ده. هبدأ بقى أحط على الصينية بالشكل ده. خلصت الكمية كلها بنفس الطريقة. طبعا بعد ما خلصتها عايزة تسويها كده براحتك. أنا كان عندي حب من حب اللولي ده، حطيته كده على الوش. ما عندكيش ممكن سوداني، أو ممكن مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي مشكلة، يعني زي المتواجد عندك استخدميه. بعد ما خلصت بقى الصينية كلها بالشكل ده، في الوقت ده بقى أنا مسخنة فرن الغاز العادي، سخنته وهديته وبدأت أسويها. لو أنت رايحة تسوي في فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 على الرف الأوسط، مع المتابعة بتاخد في حدود من 15 دقيقة ل 20 دقيقة، بتطلع معاكي بالجمال ده. بسم الله ما شاء الله، ريحتها جميلة جدا وطعمها جميل جدا. طبعا بتبقى هشة وطرية، ما بتعرفيش بقى تشيليها من مكانها، فبتسقيها زي ما هي كده. طبعا الشربات كوباية من السكر على كوباية من المية، خليتهم يغلوا كده في حدود 10 دقايق. في الآخر خالص عصرت عليهم نص ليمونة وورقة من الفانيليا. هي سخنة والشربات بارد، بدأت أشربها بالشكل ده. بتسيبيها بقى كده قبل ما بتقدميها في حدود 5 دقايق لحد ما تبقى طرية، أو عاوزة تقدميها تبقى متماسكة كده براحتك انت. شايفين بسم الله ما شاء الله قد ايه هشة وطرية وفي منتهى الجمال. طعمها رائع جدا وريحتها جميلة جدا.
قد إيه جميلة، شايفين الجمال؟ علشان العجينة كانت طرية ومضبوطة معانا، ما فتّحتش مننا ولا شقّقت مننا، شايفين قد إيه هشة وطرية وجميلة جدًا. بتقدّميها بقى بألف هنا، سخنة أو باردة، بتكون جميلة جدًا. هي عليها البطاطا بس طعمها بيميل للبسبوسة. حبايبي، يا رب كده أكون فدتكم بمعلومة، ولو وصلتم لحد هنا ما تنسوش اللايك، وسلام عليكم.